هاي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. بما ان انتوا حبيتوا فقرة الاسئلة وحابين ان انا اعمل عليها جزء تاني واعمل عليها فيديوهات كتير قوي، وحابين ان انا اسرع في فقرة الاسئلة، علشان كده فيديو النهاردة فهو زي ما انتم متوقعين فقرة الاسئلة. بس طبعا ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش طبعا تعملوا لي فولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. تعالوا نشوف اول سؤال. اول سؤال معانا: لو سمحتي محتاجة تردي ضروري. أنا هقدم على جامعة ياكتوسك مع المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة. لقيت ليها فيديوهات كتير على اليوتيوب، هل هتقدر تضمن لي امتحان القبول؟ بصي، يعني انا في النقطه دي مش بجاوب اعرف او معرفش. انا معرفش الصراحه اذا كانت تضمن ولا لا. في اماكن كتير وفي مكاتب كتير بتقولك انا اضمن امتحان القبول، وبعد ما بتدخلي بتلاقي نفسك ما نجحتيش، ولما تيجي تسالهم ما نجحتش ليه يقولوا لك الجامعه رفضت، او نسبه عدد القبول بتاعه الطلاب خلصت، او الجامعه مش محتاجه طلاب تاني. فبصراحه النقطه دي انا ما اقدرش اضمنها لك، وما اقدرش اقول لك اذا كانت المكان اللي انت هتقدمي فيه ضامن ولا لا. ومش معنى كلامي ان انا عايزاكي تقدمي معايا. no وابشي لا. يعني انا مش معنى كلامي كده، انا معنى كلامي ان انت لازم تاخدي الحذر وما تديش الثقه التامه لاي حد. ده معنى كلامي. فعلشان كده ده الافضل ان انت تقدمي في مكان واثنين وثلاثة واربعة، علشان تبقي ضامنة ان انت هتدخلي في اي مكان منهم وهتتقبلي في اي مكان. بس دي نصيحتي ليكي. بس كده، تعالي نشوف السؤال اللي بعده. والسؤال اللي بعده: لو سمحتي طلاب الثانوي المنازل ليهم فرصة للطب في روسيا؟ طيب، ثانوي منازل ليهم فرصة للطب في روسيا، مفيش أي مشكلة. روسيا مش بتاخد على حوار منازل أو مش منازل، ما لهمش أي علاقة. تقدر ان انت تقدم سواء منازل سواء دبلوم سواء أزهر، كل ده بتقدر تقدم، وزيك زي بتاع الثانوي العام المنتظم، مفيش أي مشكلة. ومش بيكون عليك ضرر، تقدر تدخل أي كلية في طب، صيدلة، هندسة، علوم، مفيش أي مشكلة عليك ومش بتتضرر. بتقدر تقدم في المكان اللي انت عاوزه وفي الجامعة اللي انت عاوزها، ومحدش بيحكي معاك. اهم حاجة بس دلوقتي عشان بدأوا هم يدققوا في كام جامعة بدأت تدقق على نسبة المواد نفسها، او قد ايه ناجحين او جايبين كام. فهي بتكون في نسبة العلوم والاحياء والانجليش. حاليا في كام جامعة كده هقول عليهم في فيديو بعيد، يعني كمان شوية هنزل فيديو واقول لكم ايه الجامعات اللي بتدقق في الموضوع ده، وايه الجامعات اللي ما بتدقق، الجامعات ما بيهمهاش. فالجامعات اللي بتدق انا هنزل لكم عنها فيديو قريب جدا. بس تعال كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول: هي ازاي اسمها منحة وبتشتريها؟ ممكن توضيح؟ ده كان على فيديو المنح، اللي انا نزلت فيديو عن فيديو المنح وقلت فيه هشرح لكم كل التفاصيل وكل الحاجات دي. وساعتها انا قلت لكم خلي بالكم، لان في ناس بتقول لكم منح وبتشتروها، فاوعوا تثقوا في حد وما تشتروش منحة. فهي بتسأل بتقول ازاي منحة وازاي بتشتريها. اقول لكم على حاجة: في ناس كتير قوي هنا بتبيع الهوا حرفيا يعني. فمن ضمن الهوا اللي بيتباع ده هو بيع المنحة. انا عارفة المنحة ما بتتباعش، بس جت فترة يعني قبل فترة النصب دي، كان جت في حوالي 2018 او 2019. كان فعلا ممكن تشتري المنح، كان ممكن فعلا ترشح حد من الجامعة جوه ويديك المنحة، بس دي كانت في فترة معينة والفترة دي انتهت. فبقيت حاليا بما ان الدولة عرفت الموضوع ده او الموضوع اتعرف قوي، فمحدش قادر ان هو يترشي، او ما المصريين او العرب عموما مبقوش عارفين يرشوا حد. فالموضوع وقف. فمجرد ما الموضوع وقف كل اللي كان بيحصل في حوار المنح بقي نصب. فعلشان كده لما تيجوا تقدموا على منحة ما تصدقوش اي حد يقول لكم انا هجيب لكم منحة، ما تصدقوش النقطة دي خالص. المنحة بتقدموها عن طريق موقع، وهتفتح السنة دي، مش السنة دي، السنة اللي جاية في شهر 1 ان شاء الله. وانا هنزل لكم فيديو عنها مجرد ما هنلاقي اللينك عندي فتح والموقع شغال، على طول هنزل لكم فيديو عنها وازاي تقدموا وزي ما قلت لكم الفيديو اللي فات هنفتح لايف مع بعض، واللي حابب ان هو يقول لي اي سؤال او يقدم ازاي، وهنبقى متفقين قبلها على ميعاد اللايف والساعه كام وكل ده، عشان تدخلوا كلكم اللايف وتتابعوا معانا وكلنا نقدم. وان شاء الله يبقى خير على اللي محتاج المنحه، او تبقى تسهيلات ان شاء الله دي.
تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. هو ممكن الدعوة في كازان الفيدرالية بتاخد كام يوم؟ طيب كازان الفيدرالية الدعوة بتاخد فيها كام يوم؟ انا ما اقدرش اقول لكم كام، بس اوقات كتير الدعوة بتتأخر، يعني ملهاش ميعاد محدد، واوقات كتير الدعوة بتيجي بدري. يعني مثلا في ناس بتبقى حظها حلو جدا، حلو جدا، مش حلو بس حلو جدا، فمثلا بتبقى مقدمة في فترة بيكون فيها كذا طالب مقدم، فبيلموا كل الطلاب دي، واللي هو لو اكتر من 5 طلاب عموما بتاخد الجامعة ال5 طلاب دول وبتقدم لهم على الدعوة. ففي حالة ان انت ورقك راح على الدعوة، وخصوصا لما بيكون عدد كبير، فتبقى الجامعة بتستعجل اصلا موسكو عشان يطلعوا له الدعوة، ان هي اساسا ما بيبقاش موضوع يعني وجدنا زي موضوع مربح ليها لما يكون دعوة ما طلعتش للطلاب والطلاب ما جوش، لان هي الربح بيكون ليها لما انت بتيجي وبتدفع لها ثمن الجامعة وبتبدأ معاها الكورسات. ففي جامعات كتير قوي بتحصل فيها النقطة دي، لما بيكون عدد الطلاب كتير بتبدأ تبعت الطلاب مع بعض، وبيجي الطلاب لكل الطلاب دي بتيجي في وقت واحد، وفي وقت اقل وقت، يعني ممكن نقول 30 يوم، 20 25 يوم. ده هيتوقف يعني بالظبط على كام طالب مقدم في نفس الفترة دي. لو انت مثلا حظك مش هقولك وحش، بس حظ ما اسعفش وكنت لوحدك مقدم ومفيش حد معاك كتير، كنتوا 3 بالعدد 2، فالجامعة وقتها مش بتسرع في الدعوة ان هي تطلع لها الدعوة، فبتمشي الاجراءات عادي زي ما بيمشي في اي وقت. وممكن تاخد لها مثلا 35 يوم، 40 يوم، ممكن احيانا توصل ل45 يوم. وخصوصا ما تنسوش موضوع اول حاجة عندنا الاجازات، سبت وحد مش بتتحسب من ضمن الدعوة دي، اهم حاجة لازم ما تنسوهاش. وكمان عندنا سبت وحد، وكمان عندنا من اول يوم الاثنين لحد يوم الجمعة، والجمعة لحد الساعة 12. بعد الساعة 12 مفيش اي دعوات بتطلع، ومفيش اي ورق بيتحرك في حوار الدعوات. فما تنسوش النقط دي، عشان لما تيجي تحسبوا للجامعة الدعوة تشيلوا سبت وحد، وتحسبوا 5 ايام ومنهم نص يوم بس عمل، يعني ممكن تحسبوا 4 ايام ونص، علشان تعرفوا توصلوا للميعاد بالظبط اللي هتوصل لكم فيه الدعوة، عشان ما تحسوش ان هي اتأخرت. لان انتوا لو حسبتوا سبت وحد هتلاقيها اوه ده عدت ال3 شهور، بس في الواقع هي ما عدتش ال3 شهور. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، واخر سؤال. اسعار الجامعات وصلت عندك كام في روسيا؟ طيب السؤال ده انا ما اقدرش ارد عليه بصراحة اجابة محددة، بس اللي اقدر اقوله بما ان سعر الدولار عندنا بدأ ينزل، فبدأت الحاجة مثلا الجامعة اللي كنا بندفع لها 2000 دولار، فشيء طبيعي يا شباب اللي كان بيدفع لها 2000 بيدفع لها 3 بسبب الدولار اللي نزل، لأن احنا متوقفين على الدولار. وفي مصر بما ان الدولار عالي، فبدل ما كان الطالب مثلا بيدفع 2000 في مصر مثلا 40,000، فبيدفع هنا مثلا 50,000، وفي مصر بما انها هيشتري دولار فممكن توصل له الجامعة اللي كانت بتدفع 50 بعد الزيادة في روسيا، فممكن في مصر توصل له الجامعة 70 80. يعني على بال ما يحول الفلوس والتحويلات ومش عارفه ايه ويبسط دولارات وبعدين يحولها هنا روبل، فممكن توصل له 70 80. ده لحد دلوقتي، احنا ما نعرفش السنه الجايه هتكون الاسعار عامله ازاي، عشان محدش يسالني دلوقتي، انا ما اعرفش. انا بتكلم على السنه دي، وبتكلم على الازمه اللي حصلت مش على مصر بس ومش على روسيا بس، هو على العالم كله. بس اللي متأزم هنا هو الطلاب الاجانب اللي زينا، لاني لما بيبعت لك فلوس بتضطر ان انت تحولها دولارات، وفي مصر بتحول من جنيه دولار ومن دولار لروبل، على بال ما انت بتوصلك الفلوس بتكون محول مثلا 10,000 جنيه في مصر ب whatever، انا معرفش كام يعني whatever، محول ب500 دولار. وبعد كده بتيجي ال500 دولار دول تيجي تحولهم هنا، بدل ما كانوا زمان بيعملوا معاك مثلا 50,000 whatever، دلوقتي بيحولوا معاك مثلا ب20,000 روبل. يعني بصوا انا بقول لكم حاليا انا معرفش، يعني ده مثال بديه لهنا وهنا، بس انا معرفش في الواقع هتكون عامل ازاي، ومعرفش الاسعار السنه الجايه. اسعار السنه الجايه انا هبدا اقولها لكم في شهر 4 او شهر 5، انا عشت ان شاء الله للوقت ده. بس غير كده انا بصراحه ما اقدرش ارد على اي سؤال. وبس كده، وبكده يكون خلص فيديو النهارده. طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم، الفيديو خلص كده. وطبعا لو انتوا وصلتوا للاخر ما تنسوش تعملوا لايك بقى الجميل، وفولو انستا علشان اللايف اللي هيطلع.
وبس كده. بحبكم كتير. كانت معاكم مونيكا. باي باي.